ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يلا نرسم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنتكلم النهارده عن شخصيه من العهد القديم. كان بيحب ربنا قوي قوي وبيحب كل الناس، وكان راجل غني جدا، وكان عنده فلوس وذهب وفضه ومواشي. يا ترى هو مين؟ هو ابونا ابراهيم. كان معاه ابن اخوه اسمه لوط، كان برضو غني جدا جدا، كان زيه زي إبراهيم، عنده فلوس كتير وعنده مواشي كتير. وده اللي خلى الرعاة بتوع لوط يتخانقوا مع الرعاة بتوع إبراهيم على المراعي، وحصلت خناقة كبيرة جدا جدا بين الرعاة بتوع لوط والرعاة بتوع إبراهيم. والخناقة دي يا صحابي كانت كبيرة جدا لدرجة إن إبراهيم سمعهم وجي جري عليهم وسأل لوط: ايه اللي بيحصل؟ هو في ايه الخناقة دي؟ قال له: رعاة الغنم بتوعك بيضايقوا رعاة الغنم بتوعي، وكمان الارض بصراحة كده صغيرة قوي ومش مستحملانا احنا الاتنين بمواشينا واغنامنا. رد ابراهيم عليه وقال له: يا لوط، انا بحبك ومش هسمح ان يكون في بينا اي خصام او خناق، ولا يكون في اي خصام او خناق بين رعاتي ورعاتك، احنا اخوات يا لوط. شايفين يا صحابي؟ احنا في الاول خالص قلنا ان ابراهيم كان ليه ابن اخوه اسمه لوط، يعني هو بيقول للوط احنا اخوات يا لوط. هو طبعا مش اخوه، هو كده المفروض انه عمه. بس شايفين قد ايه التواضع والمحبة اللي في قلب ابراهيم؟ يلا نكمل. فسأله ابراهيم وقال له: بص بقى يا لوط، اللي انت عايزه اختاره، اهي الارض قدامك واسعة وكبيرة، اختار اللي انت عايزه، والمكان اللي انت هتختاره اسكن فيه، ولو رحت شمال انا هروح يمين، ولو رحت يمين انا هروح شمال. هو قال له كده عشان بيرد على الجملة اللي لوط قالها له، قال له الارض فعلا صغيرة ومش مستحملانا. وده بيدل قد ايه ابراهيم كان متواضع مع لوط، وكان عمال يقول له: واللي انت عايزه انا هعمله لك، والمكان اللي انت هتختاره هتسكن فيه براحتك خالص، وهسيبهولك يا سيدي، لو رايح يمين هروح شمال، ولو انت رايح شمال انا هروح يمين، يعني خلاص براحتك، وكده احنا مش هنعيش مع بعض، بس ما يكونش فيه بينا خصام خالص. الكلام ده عجب لوط جدا، وقال له: بصراحة أنا شايف إن الأردن كلها جميلة وفيها بحار وأنهار ومكان عاجبني إن أنا أعيش فيه. قام قال له: خلاص اختاروا لنفسك. بس المكان ده يا صحابي كان في بلد سدوم وعمورة. راح سكن هناك، وكل واحد منهم اتفرق عن التاني وقعد في مكان لوحده. إبراهيم سكن في أرض اسمها كنعان، ولوط نقل خيمه لمكان اسمه سدوم وعمورة. وللأسف يا صحابي أهل مدينة سدوم وعمورة كانوا خطاة وأشرار جدا. نتعلم إيه النهاردة يا صحابي من قصتنا دي؟ نتعلم إن إحنا بلاش يكون في بينا وبين أي حد من صحابنا أو أي حد نعرفه خصام. نتعلم كمان إن إحنا نكون متواضعين وبنحب غيرنا وبنتقبل كل الناس، ويكون في قلبنا محبة. الآية: لا تكن مخاصمة بيني وبينك لأننا نحن إخوان. الشاهد تكوين 13 آية 8. الكلمة القبطي سلام، يعني هريني. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.